السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك على الأهلي، مبروك على جماهير الأهلي. النتيجة وأداء الشوط الأولاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بطل المباراة كولر، بطل المباراة وبطل أداء المباراة النهارده للاعبين في أرض الملعب كولر. وأول حاجة عاوز أبارك لجماهير النادي الأهلي رجوع عمرو السولية. النهارده عمرو السولية رجع يا رجالة، رجع لمستواه ورجع لوعيه ورجع لتحركاته في الملعب. النهارده كان عمرو السولية مفاجأة الجماهير كلها. رجوع عمرو السولية من بعيد قوي بالاداء والروح والعزيمه والتحرك في الملعب كان حاجه فوق الوصف. انا مش مصدق وانا بتفرج، مش ده عمرو السولية. عمرو السولية بقى له فتره تايه ومش في مستواه، الحمد لله من فضل الله. ديانجا اللي هو كان تايه شويه في الشوط الاولاني، بس الحمد لله رجع لمستواه في الشوط الثاني وحاول يركز في ارض الملعب مع زمايله في الماتش. الحمد لله مبروك اداء والنتيجه. الشوط الاولاني عالمي من لاعبي النادي الاهلي. مبروك على جماهير النادي الاهلي. الاداء بتاع اللعيبه والروح والبطل المباراه نقدر نقول مين؟ كولر، لان فاجئنا كلنا بالتشكيله الهجوميه اللي لعب بيها. انا قلت هيلعب بشادي حسين راس حربه زي ما احنا متعودين، او محمد شريف زي ما احنا متعودين. لا، فوجئنا لقينا بيرسي تاو و برونو سابيو وبيرسي تاو. واحد يبقى متقدم وواحد وراه، واثنين بيقابلوا ببعض. النهارده اللي جاب الهدفين اما تيجي تبص طريقه اللعب النادي الاهلي من اول دقيقه ومن اول ثانيه ضغط بكل الفرقه. حبست المحله في نص ملعبها، بل بالعكس او قدام ال 18. النهارده 45 دقيقه رجوله وعزيمه واصرار وتحدي على الفوز. يعني الفوز النادي الاهلي النهارده لعيبته عملت ماتش اولاني عالمي. لما تيجي فوجئنا بالتشكيل الصراحه. انا زي ما قلت لكم بفكر انه يلعب براس حربه زي ما احنا متعودين، لا شادي حسين لا محمد شريف. لا، فوجئنا ان اتنين راس حربه اللي هو بيرسي تاو وبرونو سابيو جابوا جون عالمي. الجون الاولاني طبعا بيرسي تاو رفع من علي معلول مره ولمسه واحده في جون عالمي. هو على الطاير افتتح طبعا، خش قلوب الاهلاويه بيرسي تاو بالجون العالمي اللي حطه النهارده. وسابيو برضه جاب الجون الثاني عالمي برضه. احمد عبد القادر من على الشمال مع علي معلول. فاحمد عبد القادر فيه خصله، ما يجي يمسك الكره نقول عليه تقيل، لكن ما تلاقي لاعب يروح للخصم ياخد الكره ويروح للخصم تحس ان الخصم يرتبك قدامه ومبقاش مركز. فاحمد عبد القادر فيه الخصله دي، فبيروح ياخد الكره ويروح للخصم. عملها في مره واثنين وثلاثه وجاب هدف واثنين وثلاثه. النهارده مره تمريره عالميه رجعت عدت من الكل ورجعت لبرونو سابيو على طول حطها في الجون الفاضي. وبقى الاهلي عمل زي ما قلت لكم ماتش عالمي. مبروك على الاداء. وهي دي الروح اللي احنا عاوزينها. الروح الشوط الاولاني هي اللي عاوزيننا في اداء النادي الاهلي على طول. لكن النادي الاهلي نزل في الشوط الثاني خلاص، عمل اللي عليه. كولر عمل اللي عليه. قال يا رجاله خلوا بالكم، العبوا براحتكم والعبوا بمزاج والعبوا زي ما انتوا قسموا الكرة في ارض الملعب. النهارده في الشوط الثاني لكن محمد شناوي نقص مره واثنين. بس المشكله كان في حكم الفار. حتى خصوصا تركز على لعبه محمد الشناوي اللي طلعها برجله. يعني المهاجم رايح كده ومحمد الشناوي جاي كده، لو اللاعب شاط الكوره كان هيبقى طرد محمد الشناوي. لكن لا، الفار ازاي يتدخل؟ ازاي ما تدخلش في اللي على الاهلي؟ لكن اللي على الاهلي ما بيتدخلش. في فاول واثنين وثلاثه على غزل المحله، وفي طرد اثنين. ما تدخلش الفار ولا اي حاجه ولا نده لمحمد الحنفي. طبعا حنفي تنزل النبات عشان خاطرك. فانا بهني جماهير النادي الاهلي على الاداء والنتيجه والروح بالذات في الشوط الاولاني. كل لعيبه الاهلي يا رجاله كلها رجاله. اما تيجي تلاقي احمد عبد القادر ومعالي معلول على الشمال، وما تيجي تلاقي اكرم توفيق وكريم فؤاد على الشمال، على اليمين عفوا. طب احنا قلنا احمد عبد القادر وعلي معلول على اليمين، على الشمال. معلش انا مش مصدق الاداء اللي في الشوط الاولاني. مبروك يا جدعان. وقلنا طبعا كريم فؤاد واكرم توفيق واكرم رجوله. الطرد بقى بتاع اللاعب بتاع غزل المحله ساعه ما ضرب اكرم توفيق وداس على رجله، الحكم ولا حسب فيها ولا البار اتدخل ولا اي حاجه. دي طرد مباشر ما فيهاش حاجه. دي دخل بايذاء على لاعب النادي الاهلي، على اكرم توفيق. النهارده اكتر لعيب خد ضرب وكان رجوله، قطع الميه والنور على الطرف بتاع اليمين بتاع غزل المحله. قطع
بص رغم ان لعب عنده عليه 5 6 لعيبه، بس اثبت رجولته، وهو فعلا اكرم توفيق راجل. بدا بمحمد الشناوي واكرم توفيق وياسر ابراهيم ومحمد عبد المنعم وعلي معلول، في خط النص ديانج والسليه، وقدام زي ما قلت لكم 4 لعيبه، احمد عبد القادر وكريم فؤاد على اليمين، وفي النص ما بينهم حتى ما فيش صانع العاب، وفي النص ما بينهم برونو سابيو وبريس تاو. النهارده اداء هو ده اللي احنا عاوزينه، لكن لما تيجي تركز مع الحكم مش هنحكم على الحكام، لان الحكم اصلا حنفي، والفار محمود بسيوني كانوا رايحين عشان يعملوا للاهلي اي وقيعه، والنادي الاهلي يتعادل او يخسر. بس لله الحمد لعيبه الاهلي اثبتت ان رجاله، وتتحدى الجميع وتلعب في اي مكان يا خالد يا غندور. ليه ما بتلعبش في الاسماعيلي؟ تلعب في اي مكان يا خالد يا غندور لعيبه النادي الاهلي. مبروك يا جدعان على الاداء، ومبروك على النتيجه، والاهلي بالعلامه الكامله، بالعلامه الكامله، متصدر بالعلامه الكامله. النهارده طبعا الزمالك، طبعا ده موضوع النادي الاهلي. النهارده الزمالك لعبت مع طلائع الجيش، طلائع الجيش يجي قدام الاهلي ويعمل فيها برشلونه ريال مدريد، ما تعرفش. النهارده مش موجود في الملعب، يعني محمد يوسف كان في ماتش الاهلي كان مبدع، لعيبته كانت مبدعه، محمد سمير مبدع واحمد صابرين مبدع، لكن النتيجه ما تشوفهم النهارده قدام نادي الزمالك عاملين قطه مغمضه وفرخه ومكسور جناحها، فرق مش موجودين في ارض الملعب. ما عملوش مع محمد يوسف النهارده على الاطلاق مش موجود، المدرب مش موجود، واللعيبه مش موجوده. الزمالك عملت كل حاجه في الكوره وتفوقت على طلائع الجيش في كل حاجه، في كل حاجه يا رجاله. النهارده طلائع الجيش جايه تبصم بالعشره ان هي مهزومه بال3 من نادي الزمالك، ويستحق نادي الزمالك، لان لعيبه نادي الزمالك كان عندها اصرار وعزيمه وروح واسعدت جماهيرها، لكن طلائع الجيش عامل فرخه وقطه كشه قدام نادي الزمالك. مش ده طلائع الجيش يا محمد يوسف اللي كان قدام النادي الاهلي، مش ده الاداء ده. انت قدام الاهلي قدمت مباراه افضل من دي، لكن انت تيجي تقول ده انا استعدت كويس للزمالك واستعدت كويس، ولا اللعيبه عندها اصرار واللعيبه عندها حماس وهنعمل نتيجه ايجابيه قدام نادي الزمالك. النهارده ما كنتش موجود يا يوسف، النهارده على الاطلاق الزمالك تستحق المكسب. مبروك على جميع نادي الزمالك، مبروك على فريرة رغم اللي هم بيقولوا عليه فريرة، بس النهارده لعيبه الزمالك اثبتت ان هي رجاله في ارض الملعب. البيض عمل مفعول، البيض عمل مفعول. اما تيجي تبص الراجل ده، شوفوا ليه، شوف ايهاب الخولي بيقول ايه، يجب من وزير الوزراء، بصوا كده، يجب من وزير الوزراء يتدخل. النهارده بيعمل مبادره للفراخ او بيساند الفراخ، او عامل مش عارف ايه مساعده للفراخ. يجب يتفرغ لنادي الزمالك، يساعد نادي الزمالك. النادي الزمالك اولى من الفراخ والبيض. بصوا يا رجاله اسمعوا كده وانا ارجع لكم تاني، اسمعوا. هل سمعتوا؟ بصوا ايهاب الخولي، مبروك على البيض مشش، لا ده البيض طلع متحمر. هحط لكم ايهاب الخولي في الموضوع ده. مبروك يا ايهاب. السلام عليكم يا رجاله. ان دولة رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي بيتدخل عشان يحل ازمة الدواجن، ازمة الفراخ. مع احترامنا الكامل لازمة الفراخ، هو نادي الزمالك يقل عن الفراخ؟ نادي الزمالك بأبطاله بنجومه بلاعيبته بمجلس ادارته ما يستحقش نظرة زي النظرة يا دولة رئيس الوزراء اللي الدولة وقفتها مع الفراخ عشان تحل ازمة الفراخ؟ نادي الزمالك هو مفرخة للمنتخبات المصرية. نادي الزمالك هو احد القلاع الرياضية اللي بتضخ الدم في كل المنتخبات.